محفظة باير محفظة بيستخدمها كل الناس الفريلانسر اللي بتستخدم او بتربح من الانترنت. فده فيديو النهارده وانا عبد الرحمن ياسر، ويلا بينا الفيديو على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم كلكم كويسين؟ النهارده هنتكلم عن محفظة باير. محفظة باير لا غنى عنها، اللي بتقدر تستقبل وترسل الفلوس بكل انواع المعاملات الرقمية اللي موجودة عليها. محفظة اساسية انا شخصيا ما بقدرش استغنى عنها، لان انا بقدر استقبل من خلالها الفلوس، وهقول لك في الفيديوهات اللي جاية ازاي تحول الفلوس اللي عليها لمصري. مش عايزك تستعجل، احنا بنتكلم عن خطوه بخطوه، ستيب باي ستيب زي ما بنقول في الفيديوهات. اقول لك على كل التفاصيل بحيث ان احنا لما نخلص الفيديوهات بتاعتنا تكون عارف كل المعلومات عن العملات الرقميه او المحافظ الرقميه. بعد ما تدخل على الرابط تحت اسفل الفيديو مباشره هيبدا يحولك على الموقع بتاع باير الاصلي، وطبعا هيبدا يحولك على موقع باير نفسه. وطبعا في ابلكيشن بس احنا مش هننزل ابلكيشن. زي ما انت شايف هتبدا تدوس على كلمه كرييت اكونت. طبعا انا عندي اكونت بس هعمل خطوات معاك. هدوس على كلمه كرييت اكونت اللي هو لونها الاخضر دي. هبدا اكتب هنا الايميل بتاعي عادي جدا من غير اي مشاكل. اي ايميل عندك، اي ايميل جيميل، تبدا تعمل ايميل وتبدا تدوس على كلمه كرييت اكونت. بيبدا يبعت لك رساله على حساب الجيميل، وتبدا تاخد الرمز ده تاكد بيه في الموقع، وتبدا يعمل معاك كرييت للاكونت. يعني الاكونت ما فيهوش اي مشاكل، هيتعمل معاك في 5 دقايق بالظبط. كل الموضوع ان انت بتكتب هنا الايميل، وبعد كده بتدوس على كلمه، يعني مثلا خلينا نكتب مثلا اي ايميل، ده مثلا الايميل بتاعي، وهبدا ادوس على كلمه كرييت اكونت. يبدا يكريت معايا اكونت او يبدا يعمل معايا اكونت. الخطوه اللي بعد كده بيعمل ايه؟ يبدا يبعت لي رمز على حساب الجيميل بتاعي. ببدا اروح على حساب الجيميل بتاعي وبيبدا يجي لي رمز، والرمز ده بكتبه تاني في الموقع وابدا يعمل معايا الايميل. خلينا نرجع كده ونروح على كلمه لوجن ان. خلينا نعمل تسجيل دخول مع بعض. زي ما انت شايف ده حسابي اهو. بعد ما تسجل بحسابك بيبدا يجي لك رمز زي ما انت شايف على حساب الجيميل زي ما احنا قلنا، بيبدا يدخلنا على حسابنا مباشره من غير اي مشاكل. زي ما انت شايف انا حسابي فيه $2. حلو قوي. زي ما انت شايف برده المحفظه فيها عملات كتير جدا، سواء بقى USDT، الروبل، البيتكوين، الUSDT، الايثيريوم، الدوكوين، كل المعلومات دي. فيها دوكوين، فيها دوكوين، فيها عمله الدوكوين. طيب حلو قوي. ازاي يا عبد الرحمن بقى؟ اول حاجه اقدر اعمل ايداع. يعني انا عملت محفظه باير وعندي فلوس عند حد وعايز اعمل ايداع. يعني مثلا حد قال لي هات محفظه باير ابعت لك عليها فلوس. تبدا تساله الاول انت هتبعت لي محفظه باير برضه ولا انت تبعت لي من حاجه ثانيه؟ لو هيبعت لك محفظه باير فانت كل اللي محتاجه العنوان بتاع المحفظه بتاعتك. طب العنوان ده بجيبه منين؟ لو طلعنا فوق خالص كده زي ما انت شايف ده العنوان بتاعي اهو، دوسنا على السهم بيظهر لك العنوان، بتاخده كوبي اللي هو اوله بي واخره 3، اللي هو ده عنوان المحفظه بتاعتك. يعني ده كده هو عنوان المحفظه بتاعتك. تمام؟ ده العنوان اللي انت بتبدا تديه للشخص علشان يبعت لك على الفلوس بتاعتك على المحفظه. تمام؟ بقى احنا كده ما بنحتاجش اي خطوات نهائي غير ان انت بتبعت له العنوان ده بس. طب حلو قوي. طرق ايداع ثانيه يا عبد الرحمن؟ طبعا في طرق ايداع ثانيه، زي مثلا زي الايداع من بريفكت ماني. لو دوسنا مثلا على كلمه ديبوزيت دي ودوسنا هنا على الطرق، هتلاقي عندك طرق ايداع كتير جدا زي الUSDT والبريفكت ماني والفيزا والكلام ده كله. بس معظم الحاجات دي يعني مثلا زي الفيزا ما بتقبلش في مصر، البريفكت ماني بيقبل طبعا، والUSDT بيقبل، بس هنبقى نعمل لهم فيديو منفصل. تمام؟ لو رحنا على القائمه اللي على الشمال دي، اول حاجه بتظهر لك وهي لوحه التحكم اللي احنا واقفين عليها، اللي بيكون فيها الرصيد بتاعك بتاع المحفظه بكل العملات اللي فيه. تاني حاجه وهي الايداع. لو انت عايز تعمل ايداع بتبدا تحدد هنا العمله اللي انت عايز تعمل لها ايداع، وتبدا تحدد طريقه الايداع وتحدد المبلغ اللي انت عايز تعمل له ايداع. تالت حاجه وهي الارسال. لو انت عايز تبعت لحد فلوس نفس الكلام، بتبدا تحط هنا المحفظه بتاعته. مش انا قلت لك بتحط رقم اوله بي او تحط المحفظه بتاعته مثلا كده، تبدا تحدد هنا مثلا المبلغ، وليكن مثلا انا هبعت له مثلا $10 هيوصل له 9.95. طب لو انت عايز تبعت له $10 صافي او 10 هيخصم انت منك 10.5 وتبدا تدوس على كلمه سند. تمام؟ بس طبعا انا اصلا مش هبعت لحد ومش معايا فلوس. حلو قوي. بعد كده بيظهر لك علامه سهم كده وهي علامه التداول على محفظه باير. لو انت عايز تتداول يعني ايه؟ يعني انا مثلا عايز اشتري عمله معينه، عايز ابدل عمله بعمله، عايز اغير عمله بعمله. زي ما انت شايف كل دي التفاصيل اللي في لوحه التحكم، وطبعا ليها فيديو منفصل مش عايزك تستعجل. بعد كده عندك كلمه السويب برضه، وهي خاصيه بتتيح لك في الموقع بتاع باير ان انت لو عايز تحول من عمله لعمله. يعني مثلا انا عايز معايا فلوس على مثلا وليكن مثلا $، وعايز احولها مثلا لروبل، وابدا احدد المبلغ اللي انا عايز احوله. وليكن مثلا انا معايا مثلا $1، خلينا مثلا نقول $1، هيبدا يديني بدلها 83 روبل، وابدا ادوس على كلمه اكستشينج، هيبدا يغير معايا العملات عادي جدا من غير اي مشاكل. اخر حاجه وهي اللي عليها زي تايمر كده، وهي المعاملات اللي انت عملتها على حسابك اللي بيظهر فيها كل التفاصيل. تمام؟ حلو قوي. زي ما شرحنا في الموقع اللي فات بتاع فوسي باي، وهي ازاي بتستخدم رابط الحاله بتاعك او رابط الافيلييت. هتدوس على الدايره اللي فوق دي كده، وزي ما انت شايف الرابط ظهر عندك اهو، هتدوس عليه.
هيبدا يظهر لك الرابط اللي انت هتديه للناس علشان الناس تسجل من خلالك، ولما حد يسجل من خلالك ويعمل عمليه ايداع او سحب انت بتكسب. زي ما انت شايف اهو، تكسب 17% كحد اقصى 20000 دولار. طبعا ما فيش الكلام ده. طبعا دي الروابط اللي انت بتستخدمها اهو علشان تبعتها للناس، سواء الاولاني او الثاني او الثالث كلهم زي بعض. تبدا تدوس على كلمه كوبي وتبدا تبعته للناس. يبقى انا كده شرحت لك معلومات عامه عن المحفظه، ازاي تعمل ايداع، ازاي تعمل سحب، ازاي تستخدم رابط الاحاله بتاعك. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عندك اي سؤال تحت في الكومنتات او على قناه التليجرام بتاعتنا. مش عايزك تستعجل نهائي على الفيديوهات، عايزك بس تشتغل معانا خطوه بخطوه علشان لما نكسب تكون عندك القدره والمعلومات الكافيه في كل التفاصيل. تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت برايك. سلام عليكم.